وعليكم مرحبا بكم في فيديو جديد. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلكم أي جديد. خديجة بن قناب على أنها أصولها مغربية. صدم أصيب بها عراب النظام العسكري الجزائري وبوقه بقناة الجزيرة القطرية حفيظ الدراجي خلال حوار قصير مع مواطنته الإعلامية خديجة بن قناب. في مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم على شبكات التواصل الاجتماعي، أقرت خديجة بن قناب لأول مرة بأصول جدتها من أمها المغربية، وأشارت إلى أنها تنحدر من المغرب وتحديدا من مدينة طنجة. اعتراف أصاب الدراجي بصدمة، خاصة أنه لم يكن ينتظر هذه الصفحة، وإن كانت آتية من بن قناب التي تتنكر لأصولها المغربية كما تدعي من خلال مهاجمة المغرب في العديد من المناسبات. المثير في مقطع الحوار القصير أن حفيظ الدراجي كان يسهب في مدح مواطنته بن قناب ويعد مناقبها قبل أن تتغير قسمات وجهه بعد أن فاجأته خديجة بهذا الاعتراف، محاولا تدارك الحرج الذي وقع فيه، مؤكدا أنه لم يكن على علم مسبق أو بالأحرى عدم تفاهمها أو على هذه الاعتراف. اعتراف بن قناب بأصولها المغربية دفع حفيظ الدراجي لمحاولة إنهاء هذا الحوار مع مواطنته خديجة بن قناب قبل أن تفصح هذه العفوية عن معلومات أخرى قد تقلب ما كان حفيظ الدراجي يبحث عنه من وراء هذا الحوار القصير. وتخصص الإعلاميان خديجة بن قناب وحفيظ الدراجي في السنوات الأخيرة في مهاجمة المغرب ووحدتها الترابية من خلال تدوينات وتغريدات دفعت الكثير من المتتبعين إلى مطالبة القناة الجزيرة بمعاقبتهما بسبب الخروج عن حيادهما الإعلامي والتخصص في مهاجمة دولة عربية صديقة.